السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة يوميات عدن المعشى. يا جماعة مش شايف باللايك ماشي والاشتراك في القناة. النهاردة هنكمل بقية جولتنا بالأتوبيس المكشوف السياحي في اسكندرية اللي هو أتوبيس أبو دورين بنقول عليه. هنكمل بقية الجولة على شاطئ اسكندرية زي ما انتم شايفين. الجو طبعا حر جدا، شهر يوليو أواخر شهر يوليو. أقدر أصور لكم برضك إيه بقية الشاطئ. دي الشواطئ يا جماعة، كل شاطئ قلت لكم ليه اسم. ده شاطئ السرايا، الشواطئ القديمة دي يعتبر، وفي جددت أساميها بأسامي جديدة. معلش أنا بتكلم من بره الفيديو لأن في موسيقى جامدة جدا وحلوة جوه السبسكرايب. يا جماعة لو سمحتوا اشتركوا معايا في القناة عشان يجيلكم كل جديد. الواحد بيتعب أو يجيب لكم يصور لكم الأماكن دي يا جماعة. اشتركوا معايا في القناة ودوسوا لايك فضلا وليس أمرا. دي الشواطئ، دي شواطئ ممنوع النزول فيها، بتبقى مصورة كده أو لسه ما جهزتش، تبقى شواطئ آمنة يعني. الأيام الجاية هجيب لكم حاجات من اسكندرية حلوة جدا ومواقف لاحظتها وصورتها. بصوا دي سان ستيفانو، فندق سان ستيفانو اهو من الجنب التاني اهو. جبت لكم من هنا ومن هنا، شفت الاتوبيس مفتوح ازاي وجميل جدا وجايبين اغاني حلوة قوي اهي. يا جماعة الشمسية والرملة حاجة روعة يعني اهو. طبعا كل ده الساعة واحدة ظهر تقريبا او اتنين، فالجو حر طبعا كله اذا كان على الشواطئ، والشارع بره صعب جدا المشي فيه، حر ورطوبة عالية جدا كده. على الشاطئ نشوف في الجولة، اتفرجوا الأماكن الجميلة دي. أماكن يا جماعة بتعمل لسه شواطئ تحت التجهيز أهي. معلش بحاول أقعد في كرسي لوحدي كده يبقى قدام البتاع. هنرجع تاني، معلش الكاميرا اتقلبت. بعد نفسي بس أهو، عفوا. أهو أهي يا جماعة. هنشوف بقى هنا في شواطئ شعبية هتلاقيها زحمة أوي، في شواطئ مميزة يعني غالية شوية. الشواطئ بتروح النفر من 15 ل 20 ل 25. وفي شواطئ عرفت ان ب 10 جنيه، او في شواطئ مجانيه برضك، بس يعني ايه الدخول ممكن تدخل تقعد بس من غير كراسي، يعني كرسي تقريبا ب 5 جنيه فيها حاجه زي كده. كده داخلين على بعض الشواطئ اهي الجميله الشعبيه اللي انا بحبها جدا، يعني يمكن احسن من الشواطئ الايه اللي التانيه اهي. اهو طول ما هو ماشي انا بصور لكم الاجواء بتاعه الكورنيش، كورنيش اسكندريه. ده موقف سيارات عشان في فنادق هنا، في فنادق يا جماعه على البحر برضك اهي. في فنادق وفي موتيلات صغيرة كده وحاجات روعة اهو. ده شاطئ مزدحم شوية هتلاقيه اهو. في اجزاء بقطع فيها لما بلاقي منظر جميل اروح جايبه لكم عشان تتفرجوا على الاجواء الجميلة دي اهي. شايفين الموجة حلوة الموجة اللي طالعة لكم دي لقيت المنظر ده عجبني. اه ده شاطئ البوريفاج يا جماعة، دي براج 45 او ستانلي الجديد بيسموه. ده الممشى بتاعه جميل جدا. انا نزلت يعني نزلنا عملنا جولة جوه البتاع وقعدنا فيه جوه شاطئ البورفاج نفسه. في منظر هوريه لكم، مناظر جميلة استنوني في الفيديوهات اللي جاية هتلاقي المناظر جميلة جدا. او ده البرج التاني، يعني في برج اولاني برج تاني، كل ده على الممشى من فوق. ممشى بين البرج ده والبرج ده جميلة جدا وهوا رائع بس ما فيش قعاد فيه، يعني في مشي بس او تقف، ما فيش كراسي. لكن تحت هتلاقي المكان جميل جدا. احنا كنا قاعدين عند البرج التاني ده يا جماعه. لما اصور لكم الشاطئ اللي كنا قاعدين عليه اهو، دي جميله سمر صيف يعني اهي. اوريكم بس الاجواء كده تحسوا بالاجواء بتاعتها. اجواء جميله جميله. طبعا أنا بصراحه دراعي وجعني وده وجعتني وانا ماسك التليفون بصور بيه، والكاميرا لازم اظبطها بسرعه
عشان لما اشوف اي حاجه جميله. كل ده الاتوبيس العلوي المكشوف ده روعه يا جماعه برضك في الصيف، بس يعني ايه، اختار مكان وانت رايح من المنتزه للمعمور، من المنتزه لبحري، تقعد ناحيه اليمين، وانت راجع تقعد ناحيه الشمال عشان تشوفه على البحر. او ممكن بردك وانت رايح تبص ناحيه البحر، وانت راجع تبص ناحيه الايه، الفنادق والمحلات والطريق والسوق نفسه، الاسواق، المحلات التجاريه جميله برضك. ده منظر وده منظر يا جماعه. يعني في جزء اوصوره لكم بعد كده واحنا راجعين. جميل جدا، حاجات روعه روعه. طبعا في حتت يعني ايه ما فيهاش منظر كله من بعيد. اهو، اهو ده جولدن جويل، فندق جميل جدا برضك على البحر على طول. مم. الشاطئ بتاعه وبتاعه اهو على البحر على طول. الطوق اهو جبته لكم كمان بتاع العم. في حاجات بقى دي ده سيرك، سيرك في اسكندرية. مم. دي يعني دي فنادق وكازينوهات، كازينوهات جميلة جدا يا جماعة، سياحية شوية. كازينوهات دي زي ما انتم شايفين كده في اسكندرية سياحية. ده على طول شاطئ اسكندرية، خدته لكم من المنتزه اللي جاي. دي الجولة التانية، الجولة الأولانية هتشوفوها في الفيديو اللي قبليه. اسكندرية يا جماعة جميلة ورائعة، بس الرطوبة عالية شوية. دي قدام فندق كليوباترا، المكان ده كان فيه كازينو واتشال اهو. هو ماشي دلوقتي سريع شوية لأن الجو حر والشوارع فاضية، خلي بالكم. لما اتفرجوا عليها الساعة 6 ولا 7 يا ساتر، الأتوبيس ده ياخد المشوار في ساعتين وثلاثة. بس المتعة بتاعته هو ساعة المغربية، بين المغرب، بين العصر والمغرب، يعني قبل المغرب بنص ساعة وساعة. أجمل وقت يا جماعة تتفرجوا فيه على الكورنيش قبل ما يزحم. لو الزحم الأتوبيس ده بياخد له يجي ساعة ونص ولا ساعتين قبل ما يوصل من أول الخط لآخره. والحجز بقى والناس بتبقى زحمه شويه، انما احنا خدناه الساعه واحدة الظهر بصراحه. يعني هنقول ايه، في عز الشمس او الساعه 2، عشان يعني صعب جدا نطلع كله بيزحم عشان يطلع يقعد فوق. تحت يعني يعتبر مش الجمال هو الدور الاولاني يعني، انما الدور التاني فوق جميل جدا. هو المتعه كله في الدور التاني. التذكره يا جماعه دلوقتي ب 17 جنيه للفرد رايح، و17 جنيه وانت راجع للفرد الواحد. ده شاطئ بردك اسمه بانوراما باين كازونات. سبسكرايب، اشتركوا عندنا في القناة. دي كازونات يا جماعة جوه المية جميلة جدا، داخلة بحتة كبيرة. أوريكم مكانها فين. في حاجات ايديا بتوجعني من الكاميرا ونشيلها، فيعني ايه فدراعي بتتهز شوية. اه تقريبا ده كازون الشاطبي يا جماعة، كازون الشاطبي. اه ده كازون الشاطبي، ده قديم. العمدان بتاعته داخلة تحت المية، جميل جدا. ده ممشى جميل جدا بردك بالليل. كل ده بيبقى زحمة، بايعين الذرة والترمس والآيس كريم وغزل البنات والفريسكا. الريتش فود يا جماعة ده معدية من تحت الكورنيش، بتنزلوا تحت ويعدوا الناحية التانية. ده شواطئ برضك عيش شعبية، شايفين الزحمة؟ شواطئ الشعبية شايفين الزحمة بتاعتها، جميلة جدا.
معلش هو الفيديو ده طويل شويه عشان انا قاطع منه كمان يعني. هنا الفيديو ده كله ربع ساعه، مش كتير. لكن لو سبت لكم بقى ده كازينو سلسله، منطقه السلسله قدام مكتبه اسكندريه يا جماعه. مكتبه اسكندريه الناحيه التانيه، مكتبه اسكندريه الناحيه التانيه، ده السلسله. اهو اماكن جميله جدا. كده بعديها هنخش على محطه الرمل. شوف الكورنيش جميل جدا، المنظر المية جميلة وريحتها تفتح النفس، بس مش في عز الحر. أحسن وقت ليها المغربية. المغربية وبالليل ياه، استمتع بقى بالهواء وريحة البحر والنسمة. أما بالنهار بصراحة بيبقى الشمس حرقة جدا، حامية جدا. واليومين دول احنا في شهر يوليو، أواخر يوليو، داخلين على أغسطس كمان أصعب، فربنا يسترها. متنسوش يا جماعة تشتركوا معايا في القناة وتدوسوا لايك، فضلا وليس أمرا. تحس كده انك يعني ايه، وانت راكب الاتوبيس ده المتعه بتاعته جميله، انك بتحتضن اسكندريه كلها، بتحتضن شواطئ اسكندريه كلها. اذا كان البحر او اذا كان المباني الاثريه الموجوده على الشمال. بصراحه يعني كل ما اركبه ما ازهقش منه. بحس بمتعه اكتر، بحس بشوف حاجات انا ما شفتهاش في اول مره. يعني الواحد بينبهر يا جماعه، اللي يركب الاتوبيس هينبهر ويستمتع، بالذات في الدور الفوقاني اكتر من اللي تحت يعني. يا ريت يا جماعة اللي يشترك في القناة يفعل الجرس عشان يجيله كل جديد. أنا بنزل فيديوهات يا جماعة كل يوم يوميا أو كل يومين بالكتير. هتلاقوا حاجات كتيرة بالنسبة للأكلات والرحلات. أدي كده دخلنا على محطة الرمل. دي المباني الأثرية أهو. أهو ده محطة الرمل، التورماي هناك أهو، بس مش باين. صراحة جيت أصور التورماي أو الحتت دي لقيتها الحر جامد جدا فرجعت. ما قدرتش، كان الساعة 2 الظهر. أنا بجيب لكم الأماكن من اليمين ومن الشمال شوية عشان أعرفكم الأماكن اللي إحنا فيه دلوقتي. اهو كده كل ده محطة الرمل. هو ماشي بيقف في محطات بس ما حدش يوهر له، لان الجو حر طبعا الظهرية فصعب شوية. المباني هناك جميلة يا جماعة وأثرية زي ما انتم شايفين، وروعة بتدل على عظمة اسكندرية. كده هنخش على المنشية، ده قبر الجند الموجود أو قبر الجند البحري اللي على الشمال دي. وقدام بعد كده محاكم اسكندرية بقى الابتدائية والمعروفة. انت لو شفتوا بقى الجمال ده كله مع الاغاني الجميله، اغاني بتاعت زمان، في فيروز وفي ام كلثوم وفي عبد الحليم وفي عمرو دياب وفي كل الاغاني الشبابيه جميله. كل شويه بيغيروا اغنيه، كل شويه يغيروا اغنيه. عشان كده الاغاني دي طبعا نشر، فاضطريت ان انا اتكلم من بره الفيديو، لكده يوقفوا لي الفيديوهات يا جماعه. اليوتيوب يوقف الفيديوهات لان طبعا النشر بيوقف الفيديو. اهو كده بعد كده هنخش على بحري. اه بحري وجمال بحري بقى. الأنفوشي يا جماعة وبحري من الأماكن الرائعة. هو أصلا الأتوبيس بيقطع من المنتزه لغاية ما يوصل للأنفوشي أو بحري أو قلعة قايتباي. لو الناس أدي الشواطئ بحري يا جماعة، شواطئ شعبية جميلة بصراحة. متعة شعبية وفيها روح حلوة كده، مع إنها زحمة جدا يعني عشان رخيصة بصراحة. يعني الشاطئ الدخول فيه ب5 جنيه، فيه ببلاش، في مجاني مكتوب عليه الشاطئ ده مجاني. بس بيبقى زحمة جدا يعني. بس يعني الناس نفسها تستمتع بالبحر، فهي كويس ان في حاجات كده. اهو تقريبا ده الكشافة. اه ده الكشافة يا جماعة اللي فات ده. اهو شاطئ بحري بقى يبتدي من هنا او الانفوش. يا سلام على الجمال. في نخل يا جماعة زي ما انتم شايفين،
والمسافة بين الشاطئ وبين المباني مش بعيدة زي التاني، لا هنا الشاطئ هنا أقل. بص يا جماعة الزحمة قد إيه، تنزل على طول تلاقي نفسك في المية، تنزل تعدي بس الرصيف الرصيف ده تلاقي نفسك في المية. الصيف كله حلاوته هنا أهو. والمراكب اللي بتتأجر يا جماعة في البحر، مراكب جميلة جدا. متنسوناش يا جماعة في الاشتراك في القناة واللايك، وإن شاء الله يجيلكم كل جديد وحاجات جميلة هتعجبكم جدا. أكلات ورحلات، يوميات عدل معاشات، أكلات ورحلات. كده قربنا على النهاية. ده المسجد يعتبر هو قدام المسجد بيبتدي يلف، يبتدي يقف ويلف. وإلى اللقاء.